السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله عاد احنا صحينا من النوم الآن يا شباب، ولكن لفت انتباهي أصحاب الباصات الشرايك بعد ما حرق الباص بالطريق هذا طلعوا كل شركة طلعت تروج، وكل إعلامي طلع يروج لشركة ويعملوا لهم هذاك باصي أحسن باص، الكراسي ضد الحريق، وهذاك يقول لك أنا باصي ضد الحريق، وكل واحد يدبش له من حال. طلعوا يعلموا الطوارئ منين يفتحوا ويكونوا يهربوا الناس، واللي يكسر الزجاج يعلموهم ما تكسر الطوارئ عندها ما الدباب إطفاء الحريق موجود وكل شيء. احنا سافرنا معاكم يا أصحاب الباصات واحنا عارفين 14 سنة بالسعودية واحنا نسافر معكم كل سنة، وعارف إلا المعاملة وعارف إلا كل شيء، لكن ما لنا منكم. والله إني ركبت مع شريكة علمو وصلتنا نزدنا عبينا الديزل، قسما بالله إن إحنا عبينا الديزل، لكن أنا ما أتكلمش على باسم الشركة ولا شيء. والله إن إحنا زدنا عبينا الديزل بالبيضاء للباص، رقدنا بالبيضاء وجلسنا يوم بالبيضاء ما فيش ديزل، ورجعنا فرقنا من جيابنا حق الديزل، وصلنا للمسموح للعابر ورقدنا هناك يوما ما فيش ديزل معه ثانية، وتعطل بالطريق يتعطلوا الباصات. وصلنا للعابر لعند صاحب المكتب قلنا له حاسبنا حق الديزل، والله ما رضي يندي ريال، قال مبلغ على الشركة. تواصلوا مع الشركة واحنا فرقنا كل واحد فرق من جيبه، يعني لكن قدم واحد احنا هبلان، لكن قدم واحد كنا نرفع شكوى عليهم، لكن ما فيش داعي خلاص. احنا ما نشوش بالشرايك ولا جلنا من شرايك ولا شيء، احنا نتكلم عام. يا جماعة الخير صينوا الباص اتحققوا وافعلوا مثل امس الرجال راكب داخل الباص بنشر الباص، ادخلوا نقل الباص لحرق، كسر القزاز وقفاز. هذا يعجبني اقسم بالله، كسر طفش الباص طفش، انقذ اصحابك لا ابو حاجه ولا شيء. خسروا الناس كلهم خايفين والله بعد الفاجعه هذه. والله احنا يعني الناس اللي توفوا وحرقوا ذي ما معنا الا نقول الله يرحم الشهداء اللي ماتوا والله يشفي الجرحى، ومن ثماك نحمل المسؤولية المسؤولين حقنا. الحكومات حقنا بو معانا يجي 20 حكومة نحملهم المسؤولية، ولا طلع بيان منهم. عند الناس يصيروا يطلعوا لجان يتم ايش السبب وايش ذي، ودحين كل واحد عنده له خبر، كل واحد عنده له خبر، حتى اللي يطلعوا الجرحى داخل الباص يتعالجوا كل واحد عنده خبر. ما